سلام، يلا بينا نعمل أسرع وأسهل محشي في التاريخ. هنغسل رز وبصل، نقطعه بالشكل ده، نحطه فوق الرز، طماطم وفلفل نعصرهم كويس جدا، يبقى عصير خالص زي ما انتوا شايفين كده، وننزل بيهم فوق الرز، وشبت وكزبرة وبقدونس نقطعهم ناعم، زيت، سكر، ملح، بابريكا وكزبرة ناشفة، فلفل اسود، نعناع ناشف، 3 فصوص ثوم مفرومين، وكمان علبة صلصة بما يعادل من 3 ل4 معالق صلصة. شايفين الالوان؟ اقسم بالله تفتح النفس. هتكتشفوا القمر بقى معايا، هتكتشفوه. شايفين تمتزج كل حاجة مع بعض كده اهو. اهو ظهر الملفوف. النهاردة هنعمل ملفوف، محشي ملفوف. في طريقتين لللف، في طريقة على الايد كده، من اسرع ومن اسهل المحاشي اللي بتتعمل، بتلف بسرعه وبيخلص بسرعه جدا. بس احنا اوريدي سالقينه وحاطينه في الفريزر، فانتوا لو عايزين الطريقه بتاعه السلق والتقطيع قولوا لي. بصوا دي الطريقه التانية اللي هي على الطبق. لحظه اكتمال القمر، الحله القمر. بصوا يا جماعه الصباع الصغير ازاي. يلا بينا نعمل التشريبه. معلقتين صلصه، ومكعب مرقه فراخ او لحمه وتكون متقطعه، وكوبايه ميه سخنه. وطبعا لو عندك شوربه لحمه او فراخ احسن بكتير. ونهزها بالشكل ده. ده مستوى الميه يكون قبل اخر صف. وبعد كده نغطي الحله ونرفعها على نار عاليه لغايه ما يتشرب بالشكل ده. وبعد كده نوطي النار لغايه ما يستوي معانا. لازم نوطي النار خالص يا جماعه لغايه ما يستوي. وهفتح لكم واحده دلوقتي. بصوا مفلفل ازاي، دايب والله العظيم، دايب وريحته اقسم بالله قلب الدنيا. وسهل واستوى بسرعه وخلص بسرعه، وطعمه حلو قوي 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 قوي. لازم تقولوا لي طريقتكم في عمل الملفوف، واستنوني في وصفة جديدة. وما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب.